اول لما ريلمي سي 1 نزل عملت له مراجعه كامله وقلت عليه ساعتها احسن موبايل في الفئه الاقتصاديه بدون منازع. اكيد كان فيه عيوب زيه زي اي موبايل في العالم، وكان اكبرها تقريبا المساحه بتاعه الذاكره الداخليه كانت صغيره قوي، ولكن المميزات اللي الموبايل كان بيقدمها كانت تستاهل ان انت تضحي وتستحمل العيب دوت علشان تاخد المميزات اللي الموبايل بيديها لك. او دوت كان رايي انا على الاقل، تتفرج على المراجعه الكامله علشان تعرف كل التفاصيل بتاعه السي 1. دلوقتي نزل اونر 8 اي، موبايل برضه في الفئه الاقتصاديه، والموبايل كويس جدا، ناس كتيره جدا بتسالني عليه يوميا، والحقيقه هو فعلا بيصلح عيوب كتيره من اللي كانت موجوده في ريلمي سي 1. بس هل دوت معناه ان هو فعلا احسن منه؟ كمل الفيديو دوت معايا لحد الاخر علشان تعرف تشتري عليه موبايل فيهم، الريلمي سي 1 ولا الاونر 8 اي. نبدا بالاداء، لانه غالبا كان بيبقى اكبر مشكله في الفئه الاقتصاديه. كان دايما معظم الموبايلات اللي في الفئه الاقتصاديه الاداء بتاعها ما كانش بيبقى حلو قوي او ما كانش بيبقى كويس قوي، والموبايلين دول بصراحه من الموبايلات اللي صلحت الموضوع ده جامد جدا عن الاول. الريلمي سي 1 جاي بسناب دراجون 450، والاونر 8 اي جاي بهيليو بي 35. الناس عاده اول لما بتسمع مقارنه ما بين كوالكوم وميديا تك بيفضلوا كوالكوم على طول او الموبايل سناب دراجون على طول، بس الحقيقه ان المره ديت الاجابه محسومه لصالح الهيليو بي 35 اللي موجود في الاونر 8 اي، لانه بيتفوق جدا على سناب دراجون 450. الاداء اسرع وهتحس بيها تحديدا في الالعاب. الاونر 8 اي تقريبا هو احسن موبايل في الالعاب موجود دلوقتي في الفئه ديت. اداء الريلمي سي 1 مش وحش تماما، وفي الاستعمال العادي مش هتحس باي مشكله، وحتى في الالعاب هتقدر تلعبها برده بدون مشاكل، بس ما يقارنش بالهيليو بي 35 اللي سناب دراجون 450 يعتبر برده اقل. الريلمي سي 1 جاي ب 2 جيجا بايت رام، وديت ما كانش عندي مشكله فيها كبيره قوي. طبعا كنت احب ان هو يجي ب 3 جيجا بايت رام، بس الثلاثه بصراحه مش هقدر اقول ان هي وحشه قوي في الموبايل دوت. اللي كان مضايقني هو مساحه الذاكره الداخليه الصغيره، لان 16 جيجا بايت بالنسبه لي تعتبر مش كفايه تماما، خصوصا كمان ان متاخد منهم شويه علشان السيستم بتاع الموبايل نفسه. على الناحيه الثانيه الاونر 8 اي جاي ب 3 جيجا بايت رام و32 جيجا بايت ذاكره داخليه، فالاجابه محسومه ليه هنا في الحته ديت. كنت اتمنى قوي ان انا اشوف الريلمي سي 1 جاي كده برضه، لان انا بصراحه مش متقبل فكره ال 16 جيجا بايت ذاكره داخليه في 2019. شايف ان اقل حاجه تنفع دلوقتي هي ال 32 جيجا بايت وازيد. شاشه الموبايلين ال سي دي، ولما تبص على المواصفات اللي على الورق هتلاقي ان اونر 8 اي كثافته اعلى، بس وقت التجربه العمليه ولما تحط الشاشتين جنب بعض انا عن نفسي كنت مفضل جدا الريلمي سي 1. التفوق دوت انا كنت بحس بيه لان انا كنت مشغل شاشه الموبايلين جنب بعض. يمكن الاونر 8 اي بيدي لك تفاصيل اكتر شويه صغيرين في الفيديوهات اللي بسبب كثافه البكسلات ديت، بس في المجمل في الاستعمال والالوان والاضاءه انا كنت مفضل الريلمي سي 1 من ناحيه الشاشه، خصوصا في الصور كنت حاسس بفرق لصالح الريلمي سي 1 جامد. نسبه الاستحواذ بتاعه الشاشه على هيكل الموبايل نفسه او على تصميم الموبايل نفسه تعتبر هي في الموبايلين، او على الاقل متقاربه جدا من بعضها، لان اونر 8 اي بيميز النوتش الصغيره على عكس اللي موجوده في ريلمي سي 1 اللي هي النوتش الكبيره القديمه. بس الريلمي سي 1 الحافه اللي موجوده تحت رغم ان هي تظل عريضه ولكنها ارفع من اللي موجوده في اونر 8 اي، فاللي هو وفروا هنا ضيعوا هنا. انا عن نفسي كنت ميال شويه لتصميم السي 1 لان وزنه الاتقل وسمكه الاعرض شويه بيدي لي احساس ان هو صلب في الايد، او بيدي لك احساس ان هو متين شويه، رغم ان الموبايلين اصلا معمولين من بلاستيك، ولكن انا ما بحبش احس ان الموبايل اللي في ايديا خفيف قوي. ديت حاجه بالنسبه للناس تعتبر ميزه، وديت حاجه بالنسبه لناس ثانيه تعتبر عيب. فزي ما انا متعود اقول دايما ان التصميم اذواق، وما تاخدش براي حد بشكل نهائي في التصميم. امسك الموبايلين في ايدك علشان تحدد ايه اللي انسب بالنسبه لك وايه اللي مريح اكتر بالنسبه لك. اللي كان ناقص في الريلمي سي 1 هي المساحه الفاضيه اللي في الظهر ديت، كان ينقصها حاجه زي البصمه مثلا، كنت احب اشوفها قوي بصراحه، لان اونر 8 اي موبايل برضه في الفئه الاقتصاديه وموجود فيه بصمه، فمش فاهم ايه المانع ان ريلمي سي 1 يكون موجود فيه بصمه وما يعتمدوش بس على الفيس اي دي، خصوصا ان رغم ان الفيس اي دي يعتبر سريع جدا في الموبايل دوت ولكنه مش امن. وقت ما تيجي تبص ناحيه الامان اكتر وحد يقدر يعرف يفتح موبايلك ولا لا، فطبعا البصمه احسن بكتير من الفيس اي دي. وكذلك الصوت افضل برضه بصراحه في الاونر 8 اي، هتحس بيه ان الصوت اعلى وجودته احسن، خصوصا على موضوع اعلى دوت انا حسيت بيه قوي. الفئه ديت عاده بتبقى الصور فيها او الكاميرا بتاعتها ضعيفه جدا. لما عملت مراجعه للريلمي سي 1 كانت اكتر حاجه منبهر بيها منه هي الكاميرا بتاعته، كنت شايف ان هي متفوقه جدا على اي منافس في السعر دوت. ولما تيجي تقارن الاونر 8 اي بالريلمي سي 1 فالمفروض ان هو بيجي بفتحه عدسه اكبر، بالتالي بيدخل ضوء احسن، ودي حاجه تعتبر ميزه ليه. بس اللي كان بيحصل في الحقيقه لما باجي اقارن ما بين الموبايلين ان الريلمي سي 1 تقريبا كل صوره بيلقطها كانت احسن من اي صوره بيلقطها ثانيه اونر 8 اي. الشاربنس والتفاصيل اعلى في ريلمي سي 1 في الكاميرا، والالوان اللي بتطلع في الصور هي الواقعيه اكتر، او هي اللي اقرب للحقيقه اللي انا شايفها اكتر من الاونر 8 اي اللي كانت الالوان فيه مش بتطلع مظبوطه زي السي 1. وجود كاميرتين خلفيتين كمان في الريلمي سي 1 بيسمح لك ان انت تاخد صور بالبورتري مود، اللي هو وضع يعتبر مش موجود اصلا في الاونر 8 اي. الاونر 8 اي بيدخل له ضوء اكتر فعلا بسبب فتحه العدسه الواسعه، ودي هتحس بيها في شويه صور، بس دوت مش معناه ان هو بيطلع صور احسن. وده يعلمنا ان احنا ما ناخدش بمجرد عدد الميجا بكسلز وحجم فتحه العدسه وبس على كده وخلاص، لان في عوامل ثانيه كتيره جدا بتاثر في جوده الصوره النهائيه. فاسهل طريقه واحسن طريقه علشان تعرف تقارن ما بين كاميرتين هو انك تصور بالموبايلين في نفس الوقت في نفس المكان، وتقارن الصورتين على شاشه مختلفه خالص. ودوت
دوت اللي انا بحب اعمله دايما لما اجي اقيم اي كاميرا موبايل. الكاميرا الاماميه برضو باين فيها التفوق لصالح الريلمي سي 1، بس زاويه الكاميرا الاماميه في ريلمي سي 1 ضيقه قوي، فيا دوبك هتعرف تصور نفسك لوحدك، انما اونر 8 اي بتاخد عدد اكبر معاك في الصوره. وبالنسبه لناس كتيره دي حاجه مهمه جدا في الكاميرا الاماميه، لان معظمنا لما بيجي بيصور سيلفي بيصور مع صحابه او بيصور مع عدد، فالريلمي سي 1 هيكون مرخم عليك في الحوار دوت جدا. البطاريه الحقيقه انا كنت بفكر ممكن ما اتكلمش عنها من كتر ما هي الاجابه بتاعتها واضحه قوي. الريلمي سي 1 بطاريته معديه ل 4000 ملي امبير، تحديدا 4230 ملي امبير، في حين ان الاونر 8 اي بطاريته يا دوبك 3020. فالفرق في الحجم كبير قوي، ما يعوضوش فرق حجم الشاشه، ما يعوضوش البروسيسور، ما يعوضوش اي حاجه، لان فرق حجم البطاريه نفسه كبير. بالتالي بالنسبه للبطاريه لو انت بتستعمل موبايلك مده طويله ويهمك ان البطاريه بتاعته تكون قويه قوي معاك، فريلمي سي 1 برضو افضل في الحته ديت. واجهه المستخدم كلر او اس في الريلمي سي 1 والايموشن يو اي في الاونر 8 اي. ايموشن يو اي من الواجهات اللي بتاخد هجوم دايما كبير قوي، واللي انا بصراحه شايفه مش مبرر خالص. زمان يمكن كنت انا برضو بهاجم الايموشن يو اي لانها ما كانتش كويسه تماما وما كانتش صح للاستخدام في رايي، بس فعلا هي ظبطت من نفسها جامد وما بقتش فيها مشكله كبيره زي زمان. لما اجي اقارن ما بين الواجهتين انا عن نفسي هحب كلر او اس اكتر، بس ما اقدرش اقول ان ايموشن يو اي سبب يخليك ما تشتريش الاونر 8 اي او سبب يخليك تبعد عن الموبايل بتاع هواوي او الموبايل بتاع اونر، لان الواجهه فعلا ما بقاش فيها عيوب زي زمان وما بقتش رخمه قوي زي زمان. من الاخر مين اللي احسن؟ لو اي حد جاوبك على السؤال دوت وقال لك موبايل واحد فيهم احسن من الثاني في كل حاجه، فهو يا اما بيضحك عليك يا اما مش فاهم الموضوع قوي، لان كل موبايل فيهم احسن في شويه حاجات وبيتفوق فيها، وكل موبايل فيهم مناسب بالنسبه لحد اكتر من الثاني. الاونر 8 اي مثلا في الاداء بيتفوق بشكل ملحوظ لان البروسيسور بتاعه اقوى، موجود فيه بصمه واللي هي يعتبر عامل امان كويس جدا، والذاكره الداخليه اكبر والصوت بتاعه احسن. والريلمي سي 1 على الناحيه الثانيه بيقدم لك كاميرا مش موجوده خالص في الفئه ديت، تقريبا هي احسن كاميرا ممكن تشتريها في حدود ال 2000 2200 جنيه، والبطاريه بتاعته حجمها مهول فهيقعد معاك مده طويله. فانت اللي تحدد بنفسك ايه اللي يهمك اكتر، الاداء ولا الكاميرا، المميزات اللي موجوده هنا ولا المميزات اللي موجوده هنا. وبعد ما تحدد لنفسك شاركني في الكومنتات وقول لي ايه الموبايل اللي انت فضلته اكتر في الاثنين دول. ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب بتاعتي عشان تشوف كل الفيديوهات اللي انا هنزلها بعد كده، واستنوا مني مقارنات كتيره، لان بصراحه انا شايف ان هي بتوضح الفروقات ما بين الموبايلات احسن بكتير من المراجعات. وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال من AK ريفيو، استنوني في الفيديو جاي.